كل مصري موجود بالخارج وسنه 18 سنة. المفروض السن 18 سنة ده التجنيد الإجباري لحضرتك. هتقع في مشاكل كبيرة لو تخلفت عن التجنيد. ما فيهاش أي مشكلة لحضرتك تنزل مصر، خاصة لو حضرتك عائل لأسرتك أو وحيد لأسرتك. القانون هيديلك إعفاء مؤقت. القانون هيديلك إعفاء مؤقت لحين زوال السبب. وبما إن السبب لو أنت وحيد مش هيزول، فبالتالي هتاخد بعد مرور ال3 سنوات الإعفاء النهائي. يعني لو حضرتك قاعد بره وسنك 18 سنة، انزل سوي وضعك في مصر وارجع تاني مكانك، الموضوع مش هيكلفك حاجة يعني. ولكن انت حضرتك مصمم انك تختار الصعب وتتخلف عن التجنيد وما تقدمش ورقك وترجع بعدها بعد ما باسبورك ينتهي، وهينتهي هتلاقي موقفك سيء امام اداره التجنيد المصريه. فانا قلت الحقك بالنصيحه دي، لان الكلام ده مهم جدا حفاظا عليك وعلى مصلحتك وعلى اسرتك المستقبليه ان شاء الله، علشان حياتك تبقى ماشيه كويس. وربنا يسلمكم جميعا وتيجوا ان شاء الله بخير وترجعوا تاني بألف خير. شكرا جزيلا.